بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أخواتي في هذا الفيديو الجديد. نتمنى هذا لي غسيل تاع اليوم ينالوا الإعجاب ديالكم. هنا كما راكم تشوفوا راني نتقاسم معكم العشاء ديالنا تاع البارح. درت منيو اللي هو فيه هذا الغولي تاع الدجاج، درت له فارس مختلفه تماما على لافارس اللي خدمت بها المره اللي فاتت، اللي وريت لكم فيها الغولي تاع الدجاج في المولد النبوي الشريف. هنا راني درت السلق، درت شويه فقط تاع فيونداشي ودرت الفرomاج، جات ولا اروع. كذلك راكم تشوفوا هذيك لاصوص اللي تبان في الطبسي تاعكم، الطبسي تاعنا هذا الكبير هذايا تنطلقت من الغولي تاع الدجاج، ودرت لها شويه زيتون، شويه دي بولات دو فيونداشي، شويه زروديه، ودرت صوص بلونش تجي من بعد حين تشوفوا تكتشفوا الطريقه تاعها بها. اللي سقيت هذاك البولي من الفوق، هاي ديك لاصوص تجي هايله بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تجربوا هذه الوصفه باسكو فريمون هايله بزاف. فوالا كذلك خدمت هذا الفولوتي تاع ولا لا سوب تاع الخضر، خدمته بالزروديه بالكابويه، درت فيها شحال من نوع. وهذه لا سالاد سيزار، درت لها هذاك الدجاج اللي نحيته من لاصوص فتتو، وكذلك شويه من ورقه تاع اللي نخدموا بها تاع التورتيلا تاع الشاورما، حمستها وقطعتها كذلك مع لا ليتو. هذا ما كان درت طاوله سامبل للعائله فقط. نتوما اذا عندكم ضياف بيان سور راح تزيدوا لها المطلوع ولا تزيدوا لها خبز الدار ولا اي حاجه. انا قدمتها غير بالخبز تاع برا، دونك ما صورتوش. كذلك ديروا الفاكهه والجو هادو، كذلك انا ما نستعملش بزاف العصائر تاع برا، دونك ايفيتيت نصور اي حاجه ما نستعملهاش. دوك نبداو الوصفه تاعنا بسم الله. هنا درت شويه زيت برك، حطيته في هذا الفيتو ولا المقلاة. جبت السلق ديالي، السلق هنايا موالفه نخدمو معاكم. هنا راني شريه 3 ربطات، على بالكم 3 ربطات ب10000، دونك غسلتهم كامل على ضربه، غسلتهم تري بيان، نقيتهم قطرتهم، من بعد قطعتهم كما راكم تشوفوا قطع صغيره. نغطيهم هكذايا، لازم يكون الغطاء تاعو محكم الاغلاق باش يذوب لنا على النار قليله. من جهه واحده اخرى ما بيد ما هذاك السلق راح يطيب في غرضو، بديت نخدم لاصوص تاعي تاع الغولي تاع الدجاج. جبت 1 كويير تاع المارغارين، جبت حبه بصل كبيره، استعملت البصل شويه بكميه كبيره بيسك راح راني محتاجه تكون عندي صوص تكون شويه يباس. هاي لك هنايا الحبه تاع البصل، خليتها تتقلى على نار قليله. درت لها مورسو صغير ربع صدر دجاج، تقدروا تستعملوا اي مورسو تاع الدجاج ولا لو كان العنق تاعو برك. استعملت قلت لكم هذا الربع تاع صدر الدجاج باش راح نفتو من بعد ونحطوه في لاصالاد ديالي. خليتهم يتقلاو بيان على نار قليله. لازم التقليه ضروريه كامل، دائما نقول لكم التقليه ضروريه في الاكل. فوالا دوكا بعد ما قليتها مليح، دوكا نزيد لهم 2 حبات زروديه قطعتهم دوائر، شويه نخليها هكذاك وشويه وحبه اخرى راح نرحيها في الصلصه ديالي. دونك راني قطعت هكذايا. كذلك هذا الزيتون كمشه صغيره برك تاع الزيتون، ما نكتروش، قطعته هكذا شرائح، خير ما نخليه هكذاك مرصوات. تقدروا كذلك تستعملوا الفطر لي شامبينيون تاني تجي رائعه في هذه الصلصه. حبيت نبدل شويه على الغسيل تاع المره اللي فاتت، كواك هاد لاغسيت مختلفه تماما عليها، مي ما حبيتش ندير شامبينيون. هنا درت التوابل، الملح، فلفل كحل، سكنجبير، والملعقه تاع الكركم. نخلي كل شيء يطيب على نار متوسطه، نغطي عليها ونخليها تطيب في مهلها. هنايا دوكا جيت حندير الفولوتي تاعي ولا لا سوب، مليحه نكومبانيو بها هكذا كي يكون عندنا دي بلا كيما هادو. درت شويه زيت، 2 ملاعق زيت، ملعقه تاع مارغارين، حبه بصل. تقدروا البصل ديالكم تقطعوه برك، انا بيسك رحيت على ضربه لي بلا تاعي كامل في الرحايا، دونك استعملته هكذا مرحي. هنايا تقدروا تخدموا بلا كركاس تاع الدجاج، انا كنت استعملتها ديجا هذيك لا كركاس، دونك هنا درت غير العنق تاعو وهذا الجناح. درت 2 حبات زروديه متوسطين، حبه بطاطا كبيره ولا 2 متوسطين، كذلك حبه بسباس والكابويه. هنايا لي ليغوم ولا الخضر
يعني حسب الموجود في البيت. دايوغ لا سوب دائما نديروها بالبقايا تاع الخضر اللي يكونوا متواجدين تقدروا ديروا الكورجيت، ديروا اي نوع من الخضار اللي عندكم في الدار. عفوا هنايا بعد ما يعني تقلت شويه واحد 5 دقائق جبت هذا الماء سخون ومرقت لا سوب ديالي حتى تغطات بيان. درت لها كذلك درت لها الملح، شويه فلفل كحل، شويه سكنجبير، يعني دائما هاد التوابل حسب الرغبه. تقدروا ديروا لها كذلك فص تاع الثوم، تقدروا ديروا لها معدنوس. انا موالف ندير لها معدنوس، هنا نسيت نحط لها شويه معدنوس. هاوليك السلق ديالي بعد ما ذبال بيان راكم تشوفوا فيه طاب، يعني كي نشدو هذاك الغصن تاعو نلقاوه طايب على نار قليله، يعني ما نديروا له والو ونخلوه يبرد باش نعصروه من بعد. دوكا في المقله هذه يعني ديالي لا ميم برك، يعني استعملت غير الغطاء. درت شويه زيت، حبه بصل صغيره، تقريبا واحد ميم با 200 غرام، يعني شريحه واحده تاع اللحم رحيتها. وجبت السلق ديالي هذايا اللي تقريبا ربطه تاع السلق، عصرته بين يديا، لازم تعصروه باش نحيولو الماء ديالو، نعصروه مليح، ما لازمش نخلو فيه الماء، يعني نعصروه بين يدينا ونتحصلوا على كره كيما هكذايا. نقليو كل شيء، البصل كذلك اللحم. هذا السلق يتقلى كل شيء بيان باش يجي البنه تاع السلق، لازم تقليوه شويه، ويعني ما فيهش الزيت بزاف، راكم شفتوه يعني 2 ملاعق ولا 3 ماشي بزاف. هاد قلت لكم لا فارس مختلف على الاولى، بيسك هنايا يعني قلينا اللحم وقلينا السلق والبصل، درت له شويه فلفل كحل وشويه ملح، قليتهم وخليتهم من جهه يعني بجهه باش نديرهم لا فارس. هنايا البولي ديالي يعني كان ديجا كي شراهو لي مولا بيتي، كان الجلد تاعو من الفوق مقطع، زدت انا ديزوسيتو وزدت كملت عليه. دونك نتمنى نتوما كي ديزوسيو البولي ديالكم تحافظوا على الجلد ديالو من الفوق. انا هذا البولي يعني كامل الجلد تاعو من الفوق تقطع بصح هكذاك، وقلت لازم ندير هذه الوصفه. يعني هنا دوكا كما شفتوا ملحتو درت له التوابل، درت له لا موطارد، دهنته مليح بلا موطارد اون كويير، من بعد درت له لا فارس اللي وجدناها. وهنايا خدمت بالفرomاج غودا، يعني لا ديرنيير فوا درت بالفرomاج تاع الشيف بصح ما عجبنيش بزاف، يعني ما يذوبش مليح. هنا كي خدمت بالفرomاج تاع غودا يعني ما كانش كامل الاثار تاعو يذوب ويخلي غير البنه ديالو. دونك جو بريفير تستعملوا هذا غريير ولا غودا خير. من بعد نغلق البولي ديالنا، انا راكم تشوفوا قلت لكم راه كامل مفتوح بيسك الجلد ديالو فسد لي، مي هكذاك وتدركت يعني الامور وخرج لي هايل ما شاء الله. بيسك انا شفت بليك راح نخدم بلاصوص بلونش هذيك راح تغطي لي كامل العيوب اللي يكونوا في البولي. هنا جبت هذا الورق تاع الطبخ، ما الدجاج ديالي ما غلقتوش بالخيط كما وريت لكم المره اللي فاتت، كنت ربطته كامل بالخيط. هذا يعني سا تغلقوه بيسك ديجا يعني بهذه الطريقه يخرج روعه. بصح اللي تحب طريقه تاع الخيط تقدر تستعملها. انايا درت هذه الطريقه وخرجت لي يعني مليحه. حكم روحو بيان في الفوق. هاي لك وشنو لازم تكثروا هكذا يعني الكاغط، هذا البابي كويسون، وكذلك لازم يعني تزيروا عليه. شوفوا كش راني نزير وراني نلوي باش يحكم هذاك لا فورم تاع البودان. جبت ورقه واحده اخرى كبيره تاع البابي كويسون هكذا، زدت غلفتها يعني مليح. لازم تغلفوه وتزيروا، يعني هنا نغلف ونزير باش ما نمدلوش كامل مجال باش يتفتح لي. دوك هكذا ورقه تاع الومنيوم كذلك لازم تكونوا تجيبوها يعني ورقه كبيره، تغطوه تغلقوا مليح عليها. الفوق تاعي ديجا راه شاعل، يعني تقريبا اني شعلته واحد 25 مينوت باغافون، تسماني راه مشعلته من قبل. لازم يكون على اقصى درجه، راني دايرته على 240. من بعد تحبوا تنقصوا له شويه تنقصوا له، مي دوكا كي يكون في البدايه يخلوه يعني سخون مليح. جبت الماء سخون تقريبا كاس ولا كاس ونص تاع ماء سخون، فرغت هذاك الماء في هذا البلا تاعي تاع الكراتان هكذايا، ودخلته للكوشه يتكراتينا بيان ويطيب. هذاك شويه تاع لي بولات اللي قعدوا لي يعني من اللحم اللي قعد لي رميتهم في هذاك لاصوص ديالي. دوكا رجعت للاسوب. هنا لاصوب نحيت لها هذا الدجاج العنق هذاك ورحيتها يعني بالبغا ميكسور، ولا تقدروا ديروها في الطاس. ودوكا نضيفوا لها فرomاج شيف
ولا اي يعني ميم البورسيون ولا المهم فروماج ميم هذاك تاع البيدون يعني اللي كان عندكم في الدار. انا استعملت يعني قطعه واحده برك، درت لها هاد لا كريم فريش اللي ما عجبتنيش بزاف في الحقيقه، يعني هذيك هوبلا والاخرى خير من هاد وبطوش. هنا المقدار راني دايره تقريبا نص كاس، يعني عيني ميزاني برك، ما تقدروا ديروا حتى الكاس تاع كريم فريش، مي صحاب الريجيم دو بريفيرونس ينقصوا شويه الكريم فريش. وشنو هذه فريمون يعني خفيفه هاد لا كريم فريش، درت فقط نص كاس، زدت ريحتها بيان بالبغا ميكسور. شوفوا يعني القوام تاعها كيفاش جانا مليح. من بعد حتزيد تتقال شويه، خليتها جانبا. من بعد كي قريب نسربي في الطابله نعاود نسخنها باش يذوب لي كامل هذاك الفرomاج. دوك نرجعوا لاصوص تاعنا تاع البولي. هاي ديك يعني طابل الدجاج ديالي خليته يبرد، دوك نحيه ونخليه يبرد ونفتو من بعد في لا سالاد. هذه من جهه. ودوكا نصفي هاد يعني لاصوص، نصفي كامل هاد الصوص تاعي من المرق تاعها. فوالا تحصلنا على هاد الصلصه. هاد لاصوص يعني دوك نضيفوا لها اضافات باش ترجع لنا صوص بلونش. فوالا دوكا نجيبوا زوج مغارف تاع فرينه. هنا لاصوص يا البنات لازم تخلوها تبرد، باسكو لا استعملتوها وهي سخونه راح تبركس لكم الفرينه تاعكم. انا هنايا خليتها حتى بردت، من بعد ضفت لها زوج ملاعق تاع فرينه وكاس الا ربع تاع الكريم فريش، نفس الكريم فريش اللي وريت لكم قبيله. قلت لكم دو بريفيرونس استعملوا بالطوش. هنايا هذيك الورقه تاع التورتيلا يعني نص ورقه برك حمستها ودرتها للشلاضه. فوالا هنايا دوكا نرحي بالبغا ميكسور هذيك لاصوص ديالي، من بعد نرجعها على النار حتى تتقال. يعني دوك بيسك عندنا لا فارين فيها نخلوها يعني على النار طيب الفرينه وتتقال لنا. زدت لها هنايا الكركم وشويه سكنجبير شويه ملح حسب قلت لكم حسب الرغبه. قادرين ما نزيدوا لها شويه توم في البدايه يعني تاعها كامل، يعني كي كنا نطيبوا لاصوص ولا زيدوها دوكا يعني التوم تاعكم بودره يعني تمد لها تاني ذوق. فوالا دوك هنايا يعني تذوقوها وانتم تشوفوا حسب الرغبه ديالكم تزيدوا لها التوابل. هاي ديك لاصوص اللي تحصلنا عليها جاتنا ثقيله ما شاء الله. دوك هنايا نحيت هذاك الغولي ولا البولي ديالي نحيته من الكوشه بعد ساعه من طياب، لازم له ساعه بيسك هاد الدجاجه تاعي صغيره. بصح لو كان تكون الدجاجه ديالكم كبيره لازم لها زوج سوايع، يعني ما لازم ضروري طيبوها يعني زوج سوايع. كوم هاد الدجاجه تاعي صغيره بزاف درت لها غير ساعه. هاي ديك انا هنا قلت لكم هاوليك الدجاج ديالي بيسك كان مقطع من الجلد ديالو راه يبان السرق، لكن من بعد نموديفيوها شويه ما تبانش. جبت هاد المارغارين ملعقه صغيره مع ملعقه كبيره تاع موطارد، دهنت كامل هذاك الدجاج ديالي وعاود رجعته يعني باش يتحمر من الفوق، يعني طفيت الكوشه من تحت وشعلت له من الفوق. دوك هنا بديت الدريساج تاع الطابله، حطيت لاصوب ديالي في هذاك الصحن وجبت هنايا هاد البولي هاوليك شوفوا كشي جانا يعني بعد ما تقراتينا بيان. نتوما اذا كانت الجلده تاعكم تاع الدجاج تكون يعني ماشي مقطعه راح يبان يعني خير من هاك، لكن حنا راح نستعملوا هاد لاصوص يعني راح تغطي لنا كاع هذوك العيوب اللي كانوا يبانوا في الغولي هذايا ولا في البولي بلوتو. هاي ديك لاصوص ديالي يعني جات خاطره مليح. تحبوا تكون ثقيله على هذه لازم تزيدوا لها شويه فرomاج غريير، ومام في لافارين تقدروا ديروا حتى 3 مغارف فرينه تجيكم ثقيله على هاد الصلصه. مي انا نحب يعني تكون لاصوص ديالي هكذا ما ثقيله ما خفيفه. هاي لك في الاخير رابيد شويه يعني فرomاج غريير فوق هذاك هاد البولي باش ما قلت لكم ما تبانش. هاي لك يعني رابيد له ما بانش كاع السلق. هاي لك يعني تحصلنا على طبق فريمون بريزونطابل الضيوف، وماشي يعني غير في الحطه مام في الذوق رايحين تبهروا الضيوف تاعكم. هذه يعني لا سوب تاني الذوق تاعها هايل والصحيه بزاف. كذلك هاد يعني لا سالاد خفيفه يعني ما راهيش ما فيهاش تزواق بزاف، مي بيسك راهي غير العائله تقدروا يعني نتوما تضيفوا لها اضافات واحد اخرين. حنا يعني ما ياكلوهاش كامل الاطفال هاد السلطه، غير انا والزوج ديالي دونك ما نكثرش كامل يعني هاد الاطباق. فوالا هاد يعني الطاوله كانت عجبتهم بزاف. قلت لكم هاد البولي جاب لنا تاعو يعني هايله الذوق مميز، نتمنى تجربوهم
ويعني اذا كان جربتوهم تقدروا تحطوا لي تطبيقات تاعكم في الجروب تاعي تاع الفيسبوك، ولا في لاباج تاعي كذلك تاع الفيسبوك ولا تاع انستغرام.